السلام عليكم أصدقائي النحالة، مرحبا بكم. إذا سائل يقول: ما هي النقاط أو الأشياء التي لابد أن نأخذها بعين الاعتبار عند شراء الملكات؟ هنالك نقاط مهمة وكثيرة عند شراء الملكة لابد أن يعطيها النحال أو يأخذها بعين الاعتبار. من بين الأشياء المهمة هو مراعاة سلامة جسم الملكة عند شرائها. وعندما نقول جسم الملكة نقصد به مثلا قرون الاستشعار، فلا بد للنحال أن يهتم بقرون الاستشعار وأن يدقق النظر فيها، لأن قرون الاستشعار شيء مهم جدا في دور الملكة، وكلنا نعلم أن الملكة تحتاجها إلى استشعار ما في العيون السداسية حتى تضع البيض، لأن كل ملكة قبل أن تضع البيض في العيون السداسية تقوم بإدخال رأسها وإدخال قرون الاستشعار لتفقد العين السداسية من خلوها من البيض أو اليرقات أو الغذاء إلى غير ذلك. فمهم جدا عندما أريد اقتناء ملكة أن أكون شديد ودقيق الملاحظة، فأركز مثلا على قرون الاستشعار. أيضا من الأشياء المهمة الأجنحة، فأشاهد إذا كانت الأجنحة سليمة مكتملة النمو. الأرجل أيضا بطبيعة الحال أن ألاحظ إذا كانت الملكة ليست فاقدة لأحد أرجلها وتكون حركتها سليمة، فبطبيعة الحال هذه كلها أمور مهمة جدا، لأن إذا أخذنا ملكة تكون ناقصة من جهة الأعضاء فسيقوم النحل بطبيعة الحال بإحلالها وتغييرها. وعندما نقول الإحلال فستضيع وقت آخر بانتظار البيت الملكي لأكثر من 16 يوم للخروج، ثم تلقيحها، ثم عودتها من التلقيح، وانت الغرض من ذلك هو ربح الوقت، فتجد نفسك خسرت أكثر من 20 يوم حتى الخلية تبدأ في التطور. وأيضا من الأشياء المهمة أننا نحرص على شراء ملكات فتية، ملكات صغيرة في السن، ولهذا لابد من التوجه إلى نحالة يكونون ثقات، لا يبيعون لك ملكات كبيرة في السن. ومن الأشياء التي يمكننا أن نلاحظ بها أن الملكة صغيرة هو نمو الشعر، ونمو الشعر كما في الصورة على منطقة الصدر، فهذا يدل على صغر سن الملكة. أما غياب الشعر ويدل أيضا على أن هذه الملكة كبيرة، وبالتالي يظهر أن المنطقة التي الصدر الخلفي تكون بالأسود، فهذا دليل على كبر سنها. ودائما يفضل أننا نشتري ملكات تكون متأنية في الحركة، لا تكون بطيئة جدا ولا تكون سريعة جدا، لأن هذه السرعة في الغالب تدل على العصبية، تدل على أنها ملكة ستأتي لك بجيل شرس. ففي هذه الصورة هو موضح بعض موضح ظهور الشعر الذي يكون في صدرها الخلفي. إذن هذه بعض العلامات والأمارات التي مهمة أن نأخذها بعين الاعتبار عند اقتناء ملكة. وإلى فيديو قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.